يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرتيوب رجع لكم بمقطع جديد من الفرو. أول شيء حاب أشكركم على 100,000 لايك في المقطع اللي راح. للأسف انحذف بسبب إنه صاحب المقطع اشتكى لليوتيوب وما يبغى مقطعه في قناتي، فأنا قمت حذفته عشان الشيء ده. بس برضه في قنوات كثيرة يعني رفعت المقطع، فاللي يبغى يشوفه يلقى رابطه في الديسكريبشن تحت. المهم إني لقيت مقطع جديد اليوم اسمه سويت أكبر هرم من البرينجلز. أول ما شفت صورة المقطع جاتني أسئلة كثيرة في راسي. أول شيء ليش حاطين ملعب صابوني وحاطين برينجلز فوق الملعب الصابوني وواحد قاعد يتزحلق على البرينجلز؟ ما أعتقد انه هذه واحدة من استخدامات البرينجلز. ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ انا لازم ادخل اشوف. يلا يلا عيال عيال كيف الزوم يا غبي؟ ايوه عارف. وجهك طالع زي الطرمبة. ما كان المفروض المقطع ذا ينقص، يعني باين انه لسه ما هو مستعد وقاعد يسأل عن الزوم. ما لي صلاح في الشيء ذا، انا بتكلم عن اللي ورا الكاميرا. ايش اللي وجهك زي الطرمبة؟ النكتة دي انتهت مدة صلاحيتها يا اخي في الله. احس اننا كلنا كبرنا بس انت لسه معلق في 2005 ايام الملابس الواسعة. ايش النكتة القديمة دي؟ ليه الزوم بطيء كذا؟ سلو موشن. يلا يا انت قاعد تجرب الكاميرا دحين؟ ايوه. لا ابلسها معدوم. هذا صاحب النكتة القديمة اللي قبل شوية. نكتتك مغبرة زي دقنك بالضبط. متى آخر مرة مشيت فيها الحلاق؟ يلا نبدأ والله نبدأ تعال يلا نبدأ يلا كيف عشان الصورة. جلسة دول اللي هي صح؟ لا هذه ما هي جلسة حاقين العصابات اللي تتكلم عنهم. الجلسة دي اسمها جلسة أصبر شوية أبغى أجيب العيد. ها؟ لا أحس إنك مرة مزون. لا داخل هنا. تمام بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي متى يبدأ المقطع؟ الزوم قريب، الزوم بعيد، الزوم قريب. خلاص أبدأوا يا أخي. والله بعيد. الجيران بانوا. يا أخي الجيران ما بانوا، بطل كذب بالله. تعال شوف ورايا. يا واد طقمك كأنه رابر مصري. صور طقمه الكلب. صور طقمه. صالح القرني ما قصروا وسوالنا هزوجة عشان نركبها في المقطع ده. سيك على الشورت الفوشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحس إنه كل اللي في المقطع متخرجين من مدرسة الخليل كوميدي للنكت والضحك. ما ينفع كذا يا أخوان. أعرفكم على سمير برو. تعال برو. ماني إبراهيم، أنا ياسر يبله. هذا ياسر. الله ما شاء الله تبارك الله. إبراهيم وياسر أحسهم بيخلصوا البرينجلز قبل ما يسووا المقطع. رشاقة أكثر شيء في الحياة يا رجال. صلوح دوت.com. وكبعد ذاك التعب كله غير وياك يتسلك تني القهر ما يعني نتخرفن ولا ايش؟ انا ماني فاهم. خلونا من الشيء الغريب ده. الادمي ده فاشخ نظارة اخوه ولا ايش؟ ايش بامها صغيرة كذا وليش حواجبه اطول من النظارة؟ ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ مساء الله ورشاطة معكم ابراهيم. ايش الانترو السريع ده؟ انا ما فهمت شيء غير السلام عليكم. مساء الله ورشاطة معكم ابراهيم. الادمي ده باين انه متاثر بالاغاني العراقيه المسرعه، تاثر فيها لدرجه انه كلامه صار مسرع. السلام عليكم. اليوم عبارة عن هنسوي برج من البرينجلز. واخونا بالله قاعد يحمي. ايوه هنخش تحدي صعب جدا. راح نبني برج كبير من البرينجلز. بنفكر في اعلان وحش. طب باذن الله راح يتواصل معي برينجلز بعد هذا المقطع. ايوه يجي يقول لك ابدعت برينجلز ان شاء الله باذن الله راح يتواصلوا معي بعد هذا المقطع. اكيد بيتواصلوا معاك برينجلز بعد المقطع ويشكروك على انك اشتريت نص بضاعتهم في السعوديه، وبرضه حيشكروك على انك سويت اختبار سلامه العلب ضد الصدمه. يعني انا اللي فهمته لين الحين انك بتجيب خويك ذا وتخليه يتزحلق على البرينجلز. لو علب البرينجلز نجت من صدمه الادمي ذا انا متاكد انه شركه برينجلز بتخلي المقطع ذا اعلانهم الرسمي. ارحم العلب يا رجال.
وراح يقول ابدعت بمهاراتك وفنوننا هذا. المهم حنسوي برج برينجلز كبير وراح نملي الصابون، هذا الملعب كله صابون، راح نتزحلق ونشوف مين اكثر واحد يطير حبات برينجلز. انا لسه ما شفت المقطع ده، لكن انا عارف مين بيفوز من بدري. دائما الحجم يتغلب على كل شيء ثاني. عفريت بومباو عمره 12 سنة. ايوه مع العلم ان البرينجلز فاضي، ما في غير ده المليان، هذا اخر حبه، اما الفاضي الفاضي، فلا تقولوا اوه بيلعبوا بالنعمه. لا اهدى يا حمار اهدى. هل يستطيع انا اول ما اقول لك تطيروها كذا خلاص يلا. هل يستطيع؟ بومباو الكذب علينا. انا شايف الناس كلها تضحك وانا ابغى اضحك، بس لسه ماني عارف فين النكتة. اللي عرف فين النكتة يحدد لنا مكانها في التعليقات عشان نضحك. الى متى الناس تضحك وانا ما اضحك؟ بس مكوى طيبان. انتبهوا يا عيال. هل يستطيع عفاريت بومباو تكسر المقطع ب 50,000 لايك؟ كل حبة يستطيعون ويستطيعون. خسر. قول صباح الخير. صباح الخير. مصحيني ارفع الساعة 5. قل الحياة. يصحيني الساعة 5 يقول لي نصور مقطع، يصحيني بقارورة ما موية حتلعب؟ عشان عفاريت بومباوي. قارورة موية رجعتني. سناباته هنا كالعادة. ايش بك كذا مهموم؟ كيف ما تبغى يكون مهموم؟ مصحين الادم الساعة 5 عشان تصوروا مقطع تزحلق على علب بطاطس. مين ما بيكون مهموم؟ الولد ذا كان شغال طول الليل في تعديل فيديوهات ماينكرافت وكلاش اوف كلانس في قناته حقت الالعاب، وتصحوا عشان حاجة بايخة زي كده. وما شاء الله عليه يعني كبر من اخر مرة شفته فيها، فرق كبير بين الصورتين. مهموم وقلبي يأذيني. الصوت صار مضروب هنا، ولا انا ما صرت اسمع مزبوط، ولا طفى ميكروفون الكاميرا وصاروا يسجلوا ببيجر، ولا ايش الصوت المضروب ذا؟ وبعدين مين اللي يسوي اعلانه ورا فرش سرير معدوم زي كذا؟ يا ليت فرشه واحده بس، فرشتين كلها معدومه. شركه الفيري ذي لو عرفت انكم مسوي لها اعلان بترفع عليكم قضيه تخريب سمعه. نزل الفيري. الادمي ذا احسه كره اليوم اللي خلاه يطلع من البيت الساعة 5. يعني كان يعدل مقاطع كلاش اوف كلانس في قناته الثانية لين الصباح، وصحوه الساعة 5 عشان يسوي تحدي التزحلق على علب بطاطس، وبعدها يساعدهم في المقطع وينرش بالفيري. انا خايف انه الادمي ذا يرتكب مذبحة جماعية فيهم في يوم من الايام. يلا حط الصابون. زي الخرا والله. بس كده؟ خليتك للبيع يا محمد. لا لازم تحط مويه. ترى ما يزفلط. يلا واحد. تعال نبدأ. يسمح تلعب؟ لا دي هي الزحلقة؟ ايوه أخصمك أسيبك لا. ايش دخل الاغنيه الغبيه دي في المقطع ذا ولا اللقطه دي؟ اخصمك ما ادري ايش. هذه كنت محملها عندي في الام بي 3 قبل 9 سنوات. الاغاني دي المفروض يحطوا لها تاريخ انتهاء عشان لا عاد نسمعها بعد كده. طفي الاغنيه دي. لا انا ما قلت لكم انه الادمي ذا بينتقم؟ شوفوا كميه الحقد في يده وهو يرش الفيري ذا. قافله معاه الصح. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي صار قبل شوي؟ انا ما شفت زي الناس. انا قلت لكم انه الادمي ذا رشيق بس ما حد صدقني. الادمي ذا ينفع لاعب باليه. آخر مرة سوى برج طبع في المسجد، ما طول منك. الله يلعنكم يا عيال، الله يلعن ام الحالة يا شيخ. الله يلعن ام الحالة. تحدي برينجز. لا بدأ يترنح.
من هنا يا عيال. شكله سكران. لا حول ولا قوة إلا بالله. المقطع كله بيخلص ولسه ما بدأوا المقطع، والآدم اللي ورا الكاميرا قاعد يرمي لنا نكته المنتهية الصلاحية. البرج سكران ما ادريش. خلينا نقدم المقطع لين يصلحوا الشيء ذا ويبدأوا التحدي. طبعا يا شباب ما هو راضي ينبني معانا من جد ترى نحن نصه كنسلناه، فراح نبني برجين فوق بعض، فاهمين يعني؟ راح نبني كيف اقول لكم زي كذا هرم يعني، ما في غير الحل. هرم ولا شبرا؟ الآدمي ذا اللي ورا الكاميرا يبغى له علاج طارئ جدا. درجات السماجة مرتفعة جدا عند الآدمي ذا. وبعدين ايش المقطع الطويل ذا كله عشان يبنوا برج برينجلز؟ يعني يا ليت شيء مفيد نقدر ننتظر فيه. خلينا اقدم المقطع 45 دقيقة ان شاء الله يكونوا بدوا فيها. شويش لا تضيع. لم تزبط معنا. انا اللي درسته في الفيزياء انه الاجسام الثقيله يبغى لها قوه دفع اكبر عشان تتحرك اسرع. يعني يا اخي في الله انا شايف انه لا مويه نفعت معاك، ولا فيري نفع معاك، ولا الجري نفع معاك عشان تتزحلق. انت كده قاعد تخلص الصابون على فاضي يا اخي في الله. هذا اسمه غسيل ملابس بالنسبه لك. شوف لك رياضه ثانيه يا رجال. بس كده هذا هو التحدي يا اخواني في الله. انا احسب انه بيكون فيها انفجارات، واول ما الواحد يصقع في البرينجلز ينفجر مدريش. بس برضه يعني التحدي كويس. الزبده اني شايف انه ناس كثير تحسب انه قناتي قناه طقطقه واني اطقطق على الشعب مدريش. لا، قناتي قناة ردة فعل، يعني اتفرج مقاطع واسوي لها ردة فعل رياكشن. لما اتكلم واقول كلام عن المقطع مو بقصد اني اطقطق عليه، لا، انا اسوي المقاطع بنية اني اتكلم عنها بطريقتي. في ناس كثير فاهمين طريقتي غلط ويحسبوني اطقطق، لا، انا هذا اسلوبي في اليوتيوب وفي الحقيقة. يعني كل اللي تشوفوه ردة فعل زي المقطع اللي راح. ناس كثير كانت تحسبني اطقطق وانا اتكلم عن المقطع بطريقة عادية بالنسبة لي. انا من يوم ما فتحت القناة لين دحين ما سويت مقطع اطقطق فيه على احد. مو ما سويت، لسه ما سويت. اذا جيت بسوي مقطع زي كذا بكتب في العنوان طقطقة على الشخص الفلاني. انا لين دحين ما بديت في السلسلة دي، واذا بديتها حتكون اقوى سلسلة في القناة. لا حد يفهم مقاطعي غلط. المهم انه صاحب المقطع ده اسمه منباوي، قناته فيها قريب 800 الف مشترك، عنده مقاطع رعب وينام في بيوت مهجورة مدريش. قناته عجبتني بصراحة وتسلي الواحد، وتلقوا رابطها في الديسكريبشن تحت. وبس كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناة ضمن القافلة ولا تنسى تكسر زر اللايك لين اليوتيوب يشتكي. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. بيس. دخلت تويتر ولقيت الهاشتاج ذا، فضيحة ابو حمدان. مو ابو حمدان ذا اللي نزل الاغنية دي قبل يومين واللي يقول انها كانت سبب في اعتزال جاستن بيبر والعيال، هو ولا مو هو؟